السلام عليكم ورحمة الله حبيباتي، كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة، وصفة الكيك بالبرتقال. كيجي اكثر من رائع، كيجي كيك مفشفش ومعلق. كنتمنى ان الوصفة تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المكونات والطريقة ديال تحضير هذا الكيك. غادي نبدا على بركة الله. اذا في واحد الاناء غادي ندير 4 ديال البيضات، درجة حرارة المطبخ من طبيعة الحال. غادي نزيد عليهم واحد الكيس ديال الفاني، وغادي نضيف ايضا قشور ديال البرتقاله محكوك. صافي غادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال السكر، سكر حبيبات او سكر سنيده. غادي نبدا نخلط هذا الخليط حتى غادي يضاعف الحجم ديالو وغادي يولي اللون ديالو ابيض. ممكن تخلطوا غير بالايد بالخلاط اليدوي، وممكن تستعملوا الباطور. غير غادي ياخذ منكم واحد المجهود الا خدمتو بيديكم. هذا كيوفر علينا الوقت. صافي غادي نبدا نخلط كما كتلاحظوا. فالخليط ديالي بدا كيتغير اللون ديالو. نستمر في الخلط دائما حتى غادي يضاعف الحجم ديال الخليط، وحتى غادي يطلع هذا البيض. صافي غادي نبدا نضيف الزيت. من طبيعه الحال غادي نقص السرعه باش ما يطيحش ليا البيض. انا غادي نزيد شويه ديال الملحه، وغادي نبدا نزيد عصير ديال الليمون، كاس ديال عصير الليمون او عصير البرتقال. ودائما غادي نقص السرعه ديال الباطور باش ما يطيحش ليا الخليط. غادي نبدا نضيف الدقيق. الدقيق عندي 250 غرام ديال الفورس. غادي نضيف الفورس او الدقيق تدريجيا حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. ودائما كنقص السرعه. نكمل الدقيق وغادي نزيد عليه 2 اكياس ديال خميره الحلويات او 14 غرام ديال خميره الحلوى. صافي هذا هو القوام اللي بغيت نوصل ليه. غادي نزول هذاك الخلاط. غادي نضيف الخميره، 2 اكياس ديال الخميره. غادي نخلط غير شويه، غير حتى غادي تخلط ليا الخميره مع الخليط ديال الكيك. ما نخلطش بزاف. صافي هذا هو القوام ديال الكيك. غادي نزول دوك الجناب بالسباتيول. غادي نزول دوك البقايا ديال الدقيق اللي في الجناب. صافي وغادي نجمع الكيك ديالي مزيان بهذه الطريقه، وغادي نفرغ الخليط ديال الكيك في المول. انا اختاريت ندير هذا المول طويل. ممكن تستعملوا غير المول اللي يكون مدور. المهم اي مول عندكم ممكن تستعملوه لهذا الكيك. المول من طبيعه الحال كنكونوا دهنا بشويه ديال الزبده ورشينا بشويه ديال الدقيق باش ما يلصقش لينا فيه الكيك ديالنا. صافي غادي ندخل الكيك ديالي للفران. الفران كنكونوا سخناه من قبل، وغادي نقص عليه مزيان، وغادي ندير الكيك ديالي حتى غادي يطيب. هنا غادي ندوز باش نصاوبوا الليمون او القطع ديال البرتقال اللي غادي نزينوا به الكيك ديالنا. غادي نقطعوا على هذا الشكل، شكل دوائري يكون رقيق. صافي وغادي ندردر عليه شويه ديال السكر سنيده، وغادي ندخلو للفران، وغادي نقص عليه، وغادي نخليه حتى يتكراميليزا، حتى غادي يتعسل مزيان هاد القطع ديال الليمون. صافي وغادي نزولهم وغادي نحتفظ بهم حتى غادي يبردوا. غادي ندوز هنايا باش غادي نوجدوا واحد السيرو اللي غادي نسقيو به هذا الكيك ديالنا. غادي نحتاجوا واحد الكاس ديال السكر سنيده، وواحد الكاس ديال عصير ديال الليمون، وكاس ديال الماء. غادي نردوهم من طبيعه الحال فوق البوطه حتى غادي يعقد هذا الخليط شويه او غادي يتعسل. صافي وغادي نزولوه ونحتفظوا به حتى غادي يبرد. هنا كما كتلاحظوا الكيك ديالي بعد ما خرجته من الفران فكنخليه حتى غادي يبرد. عاد غادي نزينو بهذا السيرو. غادي نسقي الكيك ديالي بالسيرو اللي حضرت معكم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. نحاول انني نلبس مزيان الكيك ديالي بالسيرو. كنديرو تقيبات بحال هكا بكوردون باش يدخل لينا هذا السيرو في الكيك.
صافي. ومن بعد غادي نزين الكيك ديالي بالقطع ديال الليمون اللي عسلتهم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. كيكون هذا هو الشكل ديالهم. غادي نقطعهم على الشكل على النص. غادي نقطع الدوائر على النص وغادي نزين به الكيك ديالي بهذه الطريقه. والتزيين دائما كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما. ممكن تزينوا باش ما بغيتو وتزينوا باللي بغيتو كما بغيتو. انا زينت الكيك ديالي بهذه الطريقه. كيكون هذا هو الشكل ديالو النهائي كما كتشوفوا. كيجي واحد الكيك كيجي معلك وبنين. كنتمنى انكم تجربوه. انا متاكده غادي يعجبكم. غادي نسقي هاد القطع ديال الليمون بشويه ديال السيرو اللي بقى عندي. صافي. وكيكون هذا هو الشكل ديالو. كيجي رائع 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 بزاف بزاف. انا متاكده الى جربتوه غادي يعجبكم. صافي. غادي نقطع الكيك ديالي كما كتلاحظوا. كيكون هذا هو الشكل ديالو من الداخل كما كتشوفوا. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وما تنسوش كما العاده ديروا لايك وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد من الوصفات ديالي. وما تنسوش تبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. نخليكم على خير. بسلامه.